بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده كيكه الذره. معانا كوبايتين دقيق ذره طبعا، وكوبايه دقيق قمح. معاها معلقه كبيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم، ورشه ملح. طبعا مرحلة يعني عشان ندخل الدقيق دي يعني مرحلة مهمة جدا لنجاح الكيك، خاصة دقيق الذرة. هندخل كده المقادير الجافة كلها مع بعض، وهنبدأ في المقادير السايلة. معانا 5 بيضات، ومعاها قشر يوسفي. ده قشر 2 يوسفي. القشر اليوسفي بيدي نتيجة للكيكة دي رهيبة. هنضربهم كده في الخلاط مع بعض الأول، وبعدين هنحط معلقة كوباية سكر كبيرة، كوباية لبن كبيرة، ونص كوباية زيت. طبعا مش هنحط فانيليا، هنكتفي بقشر اليوسفي، وهنضربهم مع بعض في الخلاط لمدة 5 دقايق لغاية ما السكر يدوب تماما. وهنحط المقادير الجافة على المقادير السايلة مع بعض. كده الكيكة بتاعتنا خلصت، وهنسيبها حوالي 30 دقيقة في الفرن في الرف الوسطاني، وهنحطها في صينية مدهونة. كده الخليط بقى قوامه معانا بالشكل ده بعد ما قلبناه. ممكن نقلبه كده او ممكن نقلبه بالمضرب، يعني هي سهلة التحضير. ريحة قشر اليوسفي بتدي نتيجة جميلة جدا للكيكة دي. ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. ده شكلها معانا بعد ما طلعت من الفرن. طبعا نختبرها كده بالسكينة، لانها كده السكينة طلعت ناشفة، يبقى كده هي استوت معانا. هنبدأ ان احنا نقطعها. هي ريحتها تجنن، وهي كيكة ناجحة جدا. هنقطعها طبعا بعد ما سيبناها بردت. شايفين بقى الجمال؟ هشة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.